السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اخوتي في فيديو جديد في كونسيبت جديد في هذه القناة اللي غبرنا عليكم عليها فيها بزاف، والقناة اللي بديتها صراحة بمحتوى فيديوهات كوميدية طريفة. من موراها فاش بديت كنسافر، فاش تعرفت على لين الزوجة ديالي وبدينا كنسافروا. بديت كنعمل فيها محتوى ديال السفر. من بعد وقع لي مشكل فيها. سمحوا لي على هذه المقدمة، ضروري أنني نشرح لكم فيها شنو وقع في هذه القناة هذه وعلاش غبرنا عليكم، ومن بعد غادي نشرح لكم الكونسيبت الجديد اللي غنبداو به إن شاء الله في هذه القناة هذه. اللي وقع هو أن يوتيوب هذه حيت كنت كنغبر عليها بزاف مرة، بحكم أن كنت كنخدم الناس اللي كيعرفوني. كنا كنخدموا فيديو كليبات في طنجة، خصوصًا مع فنانين مثل باد فلو، خدمنا مع البنج، خدمنا مع بعض الفنانين، مع زين العرب الأندلسي وأيوب أوجاتور، حاتم بن مسعود. وغيرهم من الأصدقاء ديال ديك الفترة هاذيك. ما كنتش كنجبر الوقت فين أنني نبوستي فيها داك الشي اللي كنت كندير ولا داك الشي اللي كنت كنحب نعمل. فبالتالي كانت كملت 5 ديال السنوات قبل ما توصل تريتشي الشروط اللي يوتيوب كتوضعها للقناة باش توصلها. وفاش كتوصل يوتيوب، فاش كتكمل القناة ديالك 5 سنوات وما كتوصلش لديك الشروط اللي كتفرضها عليك يوتيوب، فبالتالي بحال اللي كتعاود كيسردوا لك واحد الإيميل وبحال اللي كتعاود من جديد. ولكن المشكلة ديال الحساب عدد الساعات كيبقى هو نيتو، ما علينا. مع كنت ديجا أنني كنت بديت كنعمل فيها دي concept مختلفين، وجاتني فكرة ومع لين عطاتني هذه الفكرة صراحةً وشجعتني عليها. قالت لي: "علاش ما تبداش يوتيوب channel ديال قناة خاصة بالسفر، يعني خاصة غير بالسفر والسفريات ديالك اللي كتعملهم، وهذه خلّيها لحاجات آخرين." داك الشي اللي عملت، بدينا يوتيوب جديدة كنت بوستيت لكم هنا في القناة وقلت لكم عليها بلي أنني بديت يوتيوب جديدة خاصة بالسفر والسفريات فقط، حتى شي حاجة أخرى، فقط السفريات. الوجهات المختلفة اللي كنمشيو لهم أنا ولين. الناس اللي ما كيعرفونيش وكيشوفوا هذا الفيديو، كنعملوا محتوى ديال السفر. حنا كنعيشوا غالبا ديال الوقت في الفان ديالنا مع كليب ديالنا، كنسافروا لوجهات مختلفة وكنصحوا بها الناس شنو يقدروا يعملوا في هذه الوجهات المختلفة السياحية، وشنو هما أهم الأماكن فيها، واش رخيصة واش غالية وغير من الأشياء. المحتوى ديال السفر، ما علينا، هذه النقطة. اللي بغى يشوف المحتوى ديالنا ديال السفر، أنا غنخلي لكم الرابط ديال القناة غنخليه في صندوق الوصف العربية صندوق الوصف ولا الdescription. غادي تجبروا تمايا الرابط ديال القناة ديال السفر، سفريات الأشقر. و فرجة ممتعة. وإذا مشيتوا يعني تفرجتوا في ديك القناة، ما تنساوش subscription وتدعمونا باش نكملوا ونزيدوا لقدام. ما علينا. نرجعوا للموضوع ديال الحلقة، وكما شفتوا معنا في الcover ولا في العنوان. إن شاء الله غادي نبدا فيديوهات ولا concept جديد في هذه القناة هذه، اللي هو عبارة عن دردشة. في هذا الفيديو غادي نهضروا على كرة القدم، وبالضبط مباراة النرويج والمغرب اللي غادي تكون اليوم إن شاء الله في الساعة 9. ولكن فيديوهات اللي ماجيين غيقدروا يكونوا على مواضيع مختلفة، مي غالبًا غادي نهضروا حتى في كرة القدم. والconcept جبته من راس الدرب ولا راس الحومة ولا راس الحومة عندنا في الشمال كنقولوا له هو داك المكان اللي الناس ديال التسعينات، الثمانينات، السبعينات كنا كنتجمعوا فيه وكنهضروا على مواضيع مختلفة، يعني خصوصًا الكورة. وكان كيكونوا الآراء مختلفين، وكتبقى شي مرات موضوع سخون وكتبقى تهضر فيه حتى ل01:00 الليل، 02:00 الليل، فهمتي، وبنادم الرغوة في دقمك وأنت هنا باغي وكتعطي رأيك ويا آخر كيعطي رأيه. مي كانت حلوة صراحة ديك الأيام، خصوصًا في الأحياء الشعبية كانت شي حاجة واعرة. يعني المهاودة في راس الدرب ولا في راس الحومة كانت كتكون special، كانت كتكون سخونة، كانت كتكون كل واحد كيدافع على رأيه، كل واحد كيعطي كي 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 كيناقش رأيه كيحاول يفرض رأيه. مي هذا هو الconcept الجديد إن شاء الله اللي غيكون في هاد القناة هادي، اللي هو دردشة في راس الدرب ولا في راس الحومة. والموضوع ديال اليوم كيف ما شفتوا معنا هو مباراة النرويج والمغرب. فيلا نبداو بها.
فيلا بينا. أول حاجة نبداو بها هو أن المنتخب ديالنا دار إنجاز كبير في قطر 2022، وحتى في كأس إفريقيا الأخرانية، رغم الصورة اللي تختمت بها البطولة الإفريقية ماشي الصورة اللي كنا كنحلموا بها كمغاربة. ولكن قدر الله وما شاء فعل، يعني وقع اللي وقع. دابا بطولة جديدة، بطولة عالمية، أول فيرزيون ديال كأس العالم بهذا العدد الهائل ديال المنتخبات، اللي فيه غادي تكون فيه الفرص ديال أنك تمشي بعيد في هاد كأس العالم سهلة على على كأس العالم ديال 2022، خصوصًا أننا كنا في مجموعة غادي نقول عليها كانت صعب من المجموعة اللي حنايا فيها حاليًا في هاد كأس العالم اللي دابا غادي نلعبوه في أمريكا، هو كندا والمكسيك. نظرًا أن في داك الوقت ديال 2022 في كأس العالم 2022 ما كناش متسلّط علينا الأضواء، بمعنى كنا الunderdog في الإنجليزية، ولا ديك المنتخب اللي كلشي حقرو، كلشي كيقول غادي ياكلوا فطارهم من عند بلجيكا وكرواتيا، وإذا جابوا شي تعادل مع كندا ما تقول لنا حد. فلذلك اللي كان متفائل بزاف كان كيقول علينا غادي ناخذوا المركز الثالث، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وفاجأنا العالم كامل، وكانت لحظة للتاريخ، لحظة للتاريخ، يعني شوكينا العالم كامل. خصوصا أن المنتخب لعب بواحد الروح اللي التاريخ غيشهد عليها، واللي عاونت المغرب في 4 سنوات اللي دازت من المونديال كاملة، لا سياحيا لا شهرة، يعني كاسم ولا كمنتخب، اللي رجعوا الناس كيتطلعوا ليلو، ولا الناس كيحبوه وكيتبعوه كيف ما حنا كنا كنتبعوه شحال هادي منتخب الأرجنتين ولا منتخب فرنسا ولا منتخبات إيطاليا. يعني منتخب بحالو بحال كيبو ديال الكورة، يعني بحال الفرقة ديال الكورة، عندهم متابعين ديالو، عندهم محبين كيتابعوه واخا ما كيكونوش من نفس الدولة. يعني حاليًا منتخب مغربي عنده متابعين ومحبين من دول آخرين، وهذا الشيء كيرجع السبب ديالو لكأس العالم 2022 والمستوى الكبير اللي قدمناه. ولكن شنو هو الاختلاف اللي كاين وغيكون في هذا الكأس العالم هذا؟ الاختلاف هو أننا حاليًا ما بقيناش ديك الunderdog، يعني رجع أي منتخب كيضربنا 1000 حساب قبل ما يواجهنا، وهذا الشيء اللي غيعملو منتخب النرويج اليوم قبل ما غادي يلعب معانا، غادي يضرب 1000 حساب قبل ما يلعب معانا. خصوصًا أن التشكيلات بجوج غيكونوا حاليًا حتى تكون آخر مباراة ودية لكلا الطرفين، باش يبينوا أبرز ما عندهم ويشوفوا أبرز الأسلحة اللي عندهم قبل ما يبداو في المشاركة الرسمية في كأس العالم. منتخب النرويج، نهضروا على منتخب النرويج، ونبداو بمنتخب النرويج. منتخب النرويج اللي ما تأهلش لكأس العالم منذ سنة 1998، واللي كانت آخر كأس العالم لعبها منتخب النرويج، واللي كنا معاه في المجموعة في ديك كأس العالم، إضافة إلى اسكتلندا والبرازيل. وشو سبحان الله من الصدف أنا غنلعبوا وديا مع النرويج وغنلعبوا مع البرازيل واسكتلندا في المجموعات، وبالتالي غادي نكونوا حققنا نفس المباريات اللي كنا عملناهم في كأس العالم في 98. ولكن النرويج ديال هذا العام ماشي هي النرويج ديال الأعوام اللي دازت ولا الأعوام اللي قبل. تقدر تكون كاع أحسن من النرويج ديال 98، نظرا للأسماء الثقيلة اللي كتمتاز بها التشكيلة ديالهم. على غرار هالاند، سورلوت، اوديغارد، وايضا بعض اللاعبين اللي 3 اللاعبين غادي يجيو من بودا جلمت، اللي كان الحصان الاسود ديال الشامبيونز ليغ هذا العام هذا، واللي غادي يزيدوا واحد الطعم محلي في المنتخب ديال النرويج. يعني تشكيله مزيونه بزاف. اخر مباراه لعبوها تحضيريه كانت ضد السويد في الدرب الاسكندنافي، ديربي اسكندنافي خالص، واللي غلبوا فيها النرويج ب3-1. 3-1، مع العلم أن السويد حتى هي غادي تلعب في كأس العالم. السويد ماشي هي السويد اللي ولفناها ولا اللي عرفناها، نظرا أنها تأهلت بالدرع تأهلت في الملحق اللي لعبته. ولكن كيبقى اسم بارز، وهو هيداك غلبوه ب3-1. ولكن
ما لعبوش كل اللاعبين، يعني كانوا لعبوا ما لعبوش بالتشكيلة الرسمية باش نزلوها بعد وما لعبوش بزاف ديال الأسماء الثقيلة. كنظن أن حتى هالاند ما لعبش في ديك المباراة وغلبوا، غلبوا السويد ب3-1. وبالنسبة للمغرب آخر مباراة لعبناها كانت ضد مدغشقر اللي شفناها وغلبنا ب4-0. مباراة اللي ما كانت صراحةً ما كانت تحدي كبير للمنتخب ديالنا باش يتحدى راسو ويشوف بعض نقط الضعف اللي عنده. المباراة اللي احتكرها المنتخب المغربي تقريبا 90 دقيقة وشفنا هجمة وحيدة في الدقائق الأخيرة ديال المباراة من طرف مدغشقر اللي كانت شوية خطيرة. أما الباقي فكان المنتخب المغربي مسيطر بالطول والعرض المباراة. مباراة غادي تكون مهمة بزاف للطرفين، المنتخب المغربي والمنتخب النرويجي، حيتاش كيف ما قلت لكم بجوج خاصهم يبينوا آخر معالم ديال التشكيلة اللي يقدروا يعولوا عليها في كأس العالم. والمنتخب ديالنا اللي غادي يقدر في هاد المباراة أنه يلعب حكيمي اللي باقي ما لعبش مباراة مدغشقر نظرًا لأنه لعب final Champions League واللي ربحوا PSG، وبالتالي كان من الأفضل أنه يرتاح، خصوصًا أنه هو الكابيتانو ديالنا، هو أهم لاعب وأبرز لاعب حاليًا في التشكيلة ديال المنتخب المغربي. إبراهيم دياز كيبقى لاعب كبير ما كنقللوش من الشأن ديالو، ولكن الأورا ديال حكيمي حاليًا في المنتخب المغربي ما كاينش شكون اللي يقدر يوصل لها، خصوصًا بهذا التتويج الرائع اللي توج به مع فريقه باريس سان جيرمان Champions League التالية على التوالي back to back، واللي دخلوا بها للتاريخ نظرًا أن فريق واحد في الفيرزيون الجديدة ديال Champions League اللي سبق له عمل هاد الback to back اللي هو ريال مدريد، واللي دارها 3 ديال المرات اللي هي صعيبة بزاف صراحةً. ولكن كيبقى باريس سان جيرمان هو الثاني فريق اللي رجع عمل back to back. وحكيمي مزيانة لينا حنايا حيتاش ربح Champions League، المورال طالع للسما، وكنظن غادي يشارك في هذه المباراة هذه ديال النرويج. بالنسبة للائحة، اللائحة ديال المنتخب المغربي غندوزو عليها مرور الكرام. وحيتاش وهبي تعرض لبزاف ديال الانتقادات اللي لاحظتها مؤخرا صراحة، أنه ما عيطش لشي ملاعبية معينين، بأنه عيط لشي ملاعبية اللي ماشي أسماء كبارين. ولكن ما غندخلش في التفاصيل ديال كل لاعب وعلاش عيط لهذا وعلاش ما عيطش لهذا، وكان بإمكانه يعيط لهذا وعيط لهذا. على بسبيل المثال لوزا اللي قدم مستوى رائع هاد السنة واللي ما كتبلوش يكون في اللائحة النهائية، ولكن كنساو واحد النقطة مهمة. وهبي أنت تعرضت لانتقادات كبيرة قبل كأس العالم للشباب، انتقادات اللي صراحةً كانت كبيرة بزاف من اللائحة اللي مشابهة كأس العالم للشباب. ولكن في الآخر أثبت وهبي على أن كرة القدم راه ماشي ستاتستيك فقط، وهذا مع الأسف اللي رجع كيقلق في كرة القدم. كرة القدم رجعت معايير رقمية، شحال هاد اللاعب صنع، شحال هاد اللاعب ماركا جول اند اسيست وصافي. بقينا كندوروا في هذه الحلقة الفارغة وكنساو أهم حاجة اللي هي التوليفة النهائية. راه في 2022 راه كانوا شي أسماء إذا طرحتيهم بوحديتهم، يعني حيدتيهم من التشكيلة وهضرتي عليهم بوحديتهم، راه ماشي شي أسماء ثقيلة. ولكن فاش شفناهم في التوليفة في تشكيلة كاملة بان الفرق. علاش؟ حيتاش كاين شي أسماء لا تقول عليهم ولا هاد ملاعبي في فرقته راه ما كيشاركش بزاف ولا ما كيلعبش بزاف ولا عنده أرقام قليلة، ولكن يقدر يجي للمنتخب بفضل المدرب اللي عارف كيفاش يوظفو ولا شاف واحد التوظيفة معينة لا يقدر يوظفو فيها اللي غادي تعطي واحد القوة التشكيلة الأساسية الرئيسية اللي يقدر يعول عليها المدرب اللي يقدر يمشي بها من القدام ويقدر يمشي بها بعيد.
الانتقاد الوحيد اللي شُفت أنا بزاف ديال الناس هضروا عليه ونقدر أنني زعما نمشي معاهم فيها، حيتاش نقطة عانينا فيها في كأس إفريقيا اللي فاتت، هو أنه عيّط شادي رياض ونايف أكراد وبجوج بيهم مقصحين، بجوج بيهم بليسيين، بجوج بيهم آآ يعني كانت عندهم تقصيحة صعيبة بزاف، نقدروا ندوزو شادي رياض نظرًا لأنه شارك في المباراة الأخرانية ضد مدغشقر، وأنه لعب النهائي ديال دوري المؤتمرات الأوروبية واللي ربحوا مع فريقه كريستال بالاس، يعني نقدروا ندوزوه ولكن نايف أكراد الحالة ديالو شوية صعيبة. نظرًا الإصابة عنده في العانة وعلى حسب ما عرفنا بهاد العانة اللي هاد العانة اللي رجعت خلعانة واللي هاد العام هذا راه جوج كتسمع لاعب فلاني أصيب في العانة، يعني العانة خلعانة وفرعانة كاع في برشلونة مع لامين يامال ودابا نايف أكرد في المنتخب وكنظن شي ملاعبية آخرين تا هما كانوا تخصصوا في العانة الخلعانة ما علينا. آآ ولكن كنرجعوا أنا بالنسبة لي أهم حاجة هو الثقة في المدرب وفي التشكيلات، صافي ما حنا ماشي في الساعة دابا باش أننا ننتقدوا علاش عيط نايف أكراد، علاش عيطنا هذا، علاش عيطنا هذا، علاش عيطنا هذا، في الآخر مدرب عنده واحد الرؤية مختلفة على الرؤية اللي كانت عند وليد الركراكي في المنتخب الأخير اللي شفناه في الكأس العالم الأخيرة، الركراكي اللي كان كيلعب على العاطفة أكثر ملي كيلعب على لي كوتي تكنيك، الركراكي اللي كان عارف راسو أنه المنتخب الأندردوغ وما متسلطش عليه الأضواء وكان كان خدا بديك العامل وعرف يلعب عليه. وكان كيشحن ملاعبية مزيان عاطفيًا اللي كانوا كيدخلوا كيتقاتلوا وكانوا كيخليو روحهم في الملعب، كيما شفناهم في كاع المباريات الكبيرة خصوصًا مباراة إسبانيا اللي كلشي كان كيقول إسبانيا غادي دوز على المغرب وغيداك والمغرب قدم مباراة للتاريخ. في هاد كأس العالم مع وهبي غادي تكون الأمور مختلفة نظرًا للأسلوب اللي كيلعب به وهبي والأسلوب اللي كيفضّلو وهبي، وهبي كيعجبو يلعب كورة، وهبي كيعجبو أنه يخدّم تكتيك مختلف في المباراة ما يلعبش بتكتيك واحد كيف ما كان كيعمل الركراكي، الركراكي خطة وحدة عاطينا تما حتى لاخر البارتيدو ما غيتعمل لك إذا قام بشي كامبيو هيدا يعني شي تغيير شي ملاعبي 2 3 مدخولة نحد وصلنا لواحد النيفو كنا حتى التغييرات كنا بدينا حافظينهم عارفين بلي غادي يدخل نصيري غادي يدخل لياميق ولا غادي يدخل بانون حتى التغييرات حفظناهم رجع بحال واحد الحاجة يعني كنشوفوها في كل مباراة، ولكن مع وهبي يقدر يكون الأمر مختلف، وكاملين شُفنا في كأس العالم الشباب كيفاش كان كيغيّر في الخطة ديالو، وكيفاش كان كيعتمد على أمور مختلفة، وهذا الشيء هذا اللي كنتمناو نشوفوه في كأس العالم مع المنتخب الأول المغربي بقيادة وهبي، إن شاء الله تكون الأمور مزيانة ونمشيو بعيد. الحاجة الوحيدة اللي خلعاني في هذه المباراة النرويج اللي هي الإصابات، وأيضًا الظروف المناخية، الظروف المناخية في الولايات المتحدة الله يخليها سلعة، الله يخليها سلعة بهذا المصطلح هذا، نظرًا أن كيوقعوا بزاف ديال التوقفات للمباريات بحال كاين واحد المباراة حاليًا تأجلت ودية كانت غتقام في ما عرفتش من ملعب بالضبط نسالي، نظرًا لعاصفة رعدية يالّا تينا وجّد دخل باش تلعب قال لك لا وقف، المباراة تقدر توقف ل20 30 دقيقة كيموت اللعب، كتموت ديك السخونية حيت كرة القدم كاملة عبارة عن سخونية، ديك السخونية ديال الدم والكرة طالعة كرة هو دافع خرجت صفويرة يعني غير مجرد المباراة فاش كانت كتوقف الإصابة د لاعب في وسط الميدان ولا كرة خرجت على برا ولا دخل شي أحد المشجعين وكان كتبرد القضية، عاد ما تقول لي وقّف المباراة ما نعرف شحال من دقيقة راه مصيبة، يعني غادي تسبب لنا بزاف ديال المشاكل، خصوصًا أن ملاعبية بحال اللي كيدخلوا في مباراة أخرى كيخرجوا من المباراة مرة ذهنيًا وجسديًا أيضًا كيوقع واحد حيتاش ملي كتعطي واحد لا force وكتوقّف كيبرد فيك الدم، بالدارجة تعرف.
كيبرد فيك الدم، كيبرد فيك الدم كترجع كتجيك صعيبة، كتجيك ثقيلة أنك ترجع تدخل في الأجواء ديال المباراة. نتمناو هاد الشي ما يوقعش، ونتمناو المباراة ديال اليوم تدوز أحسن الظروف نظرًا أن الإصابات والظاهرة ديال الإصابات مؤخرًا رجعت بزاف وكتخلع. منتخب ألمانيا تحرم من موهبة شابة ديال فريق بايرن ميونخ. اليوم قريت هذا الخبر هذا اللي تقصّح إصابة اللي غتقدر تخلّيه أنه يغيب على كأس العالم، وكانت غير مباراة ودية. فلهذا كنتمناو إن شاء الله دوز المباراة بدون إصابات، مباراة تكون clean نشوفوا فيها كورة ونستمتعوا بالكورة، وإن شاء الله علاش لا نخرجوا بنتيجة إيجابية، ونبينوا بلي أننا واجدين لهاد كأس العالم وماشي غير ماجيين نشاركوا وصافي، ماجيين باش نمشيو بعيد. حيتاش كيبقى منتخب النرويج منتخب قوي حاليًا. منتخب اللي غلب إيطاليا آلي وروتور، خصوصًا في الروتور عطاهم شي 4-0 واقيلا، وصردوهم للملحق، ودازو هُما كأول مجموعة. منتخب اللي حاليًا رجع عنده ميزان والناس كتضرب له الحساب. يعني إذا دوزتي هاد المباراة هادي وبينتي مستوى جيد، راه تقدر توكّل الخليع للبرازيل. البرازيل اللي لعبت ضد مصر البارح بالليل وخسرت ربحات ب2-1 خسرات، ربحات ب2-1. مباراة اللي المصريين صراحةً ما كانوش في أحسن الأحوال ديالهم، ولكن حتى البرازيل ما لعبتش ب100% ديال القوة ديالها، كيف ما صرّح اللاعب رافينيا بأنها كتبقى مباراة ودية فقط. يعني الغرض منها هو أننا نشوفوا شنو عندنا في آخر الاستعدادات، ولكن المسار كانت قادرة أنها تخرج بالتعادل على الأقل، ولكن خسرات ب2-1. يعني البرازيل راه ديجا موجدين لنا من المدافع ديالهم برافينيا الكلب اللي رافينيا الجيعان اللي غيبقى يجري من ورانا كي الكلب اللي هو أكتر واحد خلعني صراحة التشكيلة ديال البرازيل كاملة. ما علينا، هادي غادي نهضروا عليها في المباراة ديال البرازيل. بالنسبة للمباراة ديال اليوم غادي نعطيكم التوقع ديالي أنا، واللي غادي نقول أن كنظن غادي تخرج 2-2. عارف غتقول لي لا حنا منتخب قوي غنغلبهم ما نعرفش ولكن السي محمد ما تنساش راه تا النرويج عندها فريق واعر بزاف. راه النرويج هي وفرنسا راه هما القوة العظمى. عندهم حتى السنغال، صراحة حتى السنغال قوية يعني في مجموعة الموت. مع العراق، حتى العراق راه ماشي ساهلة، راه خرجت بتعادل 1-1 مع إسبانيا. ما علينا. غادي نقول 2-2. كنظن غادي تخرج مباراة بتعادل. كنتمنى نكون غلط، كنتمنى نغلبوا علاش لا، خصوصًا أنا المدام ديالي نرويجية، غادي نتفرج معاها ومع الصديقة ديالها، يعني غنتفرجي مع النرويجيين اليوما، وإن شاء الله نغلبوا ونبينوا أسلوب واعر. وفي النهاية كنبغي نقول لكم أخوتي، هذا غادي يكون كونتوني جديد إن شاء الله، محتوى جديد، كنتمنى أنكم تدعموني فيه. ما تنساوش إذا ما كنتيش مشترك في القناة اشترك، و باش ندردشوا مع بعضنا. خلّيوا لي الآراء ديالكم في التعاليق، و وإذا كنتِ مهتم بالمحتوى ديال السفر مجددًا غادي نخلّي لكم في صندوق الوصف description، غادي نخلّي لكم الرابط ديال القناة ديال السفريات اللي تقدروا تمشيو أنكم تابعونا في حالة أنكم كيعجبكم المحتوى ديال السفر. ما علينا، هادشي اللي كان في هذا الفيديو إن شاء الله. نشوفكم في فيديوهات اللي ماجيين إن شاء الله، ونشوفكم بعد المباراة. غادي نعطيكم أنا غنعمل واحد الفيديو ديال الريزومي ديال المباراة كيفاش جات ورأيي في المباراة. ما علينا، خليوا لي رأيكم في التعاليق والتوقع ديالكم للمباراة، واش غادي تجيبوها صحيحة ولا لا. السلام عليكم، نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. يلا تشاو.